أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كورس ال A to C. النهاردة هنتكلم عن دواء مميز جدا وموجود في كل صيدلية وبتصرفه تقريبا كل يوم، ألا وهو النيكزيم. النيكزيم دواء المعدة والأشهر والأكثر مبيعا وانتشارا في كل الصيدليات. النيكزيم المادة الفعالة بتاعته بتكون حاجة اسمها الإزميبرازول، ودي تبع عائلة البروتون بامب انهبيتور. البروتون بامب انهبيتور ده أشهر حاجة في علاج أدوية المعدة وذات الحموضة والارتجاع وقرحة المعدة، إن هي بتقلل ضخ الحمض وبالتالي بتقلل الحموضة، وبالتالي ده بيهدي جدار المعدة والمريء وبيقلل الالتهاب الموجود أو الحموضة أو الشعور الصعب أوي اللي الإنسان بيحس بيه. الجرعة بتاعته بتكون كبسولة واحدة في اليوم أو كبسولتين عند اللزوم تحت إشراف طبي. نبدأ بجرعة 20 مللي جرام وبعد كده ممكن نزيد لحد 40 مللي جرام. 20 مللي جرام بتكون في الأول كافية، تاخد قبل الأكل بنص ساعة لساعة. يفضل تكون قبل الأكل على مدة كافية ولا تقل عن نصف ساعة عشان الدواء يدي تأثيره وتكون المعدة فاضية غالبا. طب لو ما كانش ممكن تاخده بعد الأكل بساعتين. لو المريض مش قادر يبلع الكبسولة ممكن ياخدها في على عصير أو أي حاجة تانية ويفكها فيه. لازم نخلي بالنا إن النيكسيام بيتفاعل مع أدوية كتير، أدوية الصرع وأدوية السيولة وغيرها. لازم نستشير الطبيب قبل ما نستخدمه أو الصيدلي قبل ما تستخدمه، بحيث إنه يكون في أقل تفاعل أو ما يسببلكش أي ضرر محتمل. وبكده هنبقى غطينا معظم المعلومات اللي عن النيكسيام. لو عندك أي سؤال قول لنا، ولو قابلت حاجة تانية شبهه قول لنا الأدوية المثيلة ليه أو اللي فيها نفس المادة الفعالة في السوق بتاعها. متنساش اللايك والشير والسبسكرايب، دعمنا عشان يوصلك كل جديد.